الحسين عموتة يحذر لعيبة النادي الأهلي من الاستهتار في مواجهة الشرقية إنبي، ويؤكد لهم الفوز ببطولة الدوري الممتاز يحتاج العمل والجهد من أول مباراة حتى آخر مباراة. الأهلي بيستمر في الاستعداد لمواجهة إنبي، وتدريبات اليوم والتقسيمة اللي هيخوضها الحسين عموتة النهاردة هتحدد بشكل كبير مدى مشاركة إمام عاشور في المباراة الأولى لبطولة الدوري غدا أمام الشرقية إنبي. الأهلي بيستعد، الأهلي ما عندوش رفاهية فقد نقاط من أول الموسم، خاصة بعد النتائج السلبية اللي عملها النادي الأهلي الموسم الماضي، وتحذيرات شديدة جدا من الحسين عموتة ومن وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ لجميع لاعيبة النادي الأهلي. أيضا الحسين عموتة بيطالب علي محمود بعدم الاحتفاظ بالكرة بشكل كبير لمشاركته أساسيا مع الفريق اللي لاحظ عليها ان هو بيحتفظ بالكرة، بيؤكد ليه عليك التخلص من الكرة واللعب الجماعي مع جميع اللاعبين من اجل المشاركة مع الفريق في التشكيلة الاساسية. الحسين عموتة بيؤكد للاعيبة النادي الاهلي مفيش لعيب حافظ مكانه الاساسي، اللي هيجتهد في التدريبات هيجد نفسه في التشكيلة الاساسية. ايضا مركز حراسة المرمى الكل بينتظر مشاركة الشناوي ولا شوبير، محدش يعرف لحد دلوقتي مين هيشارك، مين هيكون موجود في التشكيلة الاساسية للنادي الاهلي بداية من مباراة الشرقية إنبي. احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بيؤكد سنكون منافس قوي لبطولة الدوري وسنفوز باول بطولة دوري لبيراميدز الموسم الحالي. الزمالك بيتعادل مع الاتحاد السكندري، وردود فعل جماهير الزمالك غير مطمئنة. نادي الزمالك بدأ بداية سيئة، بادئ متأخر فترة الإعداد. عمر جابر بيؤكد الزمالك ظهر بالشكل ده بسبب بدايته المتأخرة في فترة الإعداد. لايك وشير ومتابعة من كل جماهير الكرة المصرية، وانتظروا المزيد من الفيديوهات مع المشجع مع أحمد، وتوقعكم لنتيجة مباراة الأهلي وإنبي الشرقية غدا إن شاء الله.